بون السلام عليكم خوتنا خياتنا احبابنا لي زامي تاعنا، ان شاء الله يا ربي تكونوا بيان. واخيرا صدق الزعيم الراحل هواري بومدين عندما وصف المسؤولين الخليجيين ببراميل الخليج او براميل النفط، لانه كان يعلم بشر هؤلاء. اخواني في الله، كاين اللي يقول لك باللي السعوديه بلد الله او ارض الله المختاره وشعبها شعب الله المختار. لا، انا راني زعما انايا نكذب هذه المقوله، نطعن فيها بصدق. باسكو علاش؟ الله عز وجل صح احتبى هذه الارض السعوديه بمكه والمدينه المنوره ومعالم الرسول عليه الصلاه والسلام، بيت الله الحرام، والناس تحج في هذاك المكان. بصح ما غير المسجد الحرام والمسجد المكي والمعالم تاع الرسول عليه الصلاه والسلام ما راهيش ارض الله المختاره. باسكو راكم تشوفوا خوتي في المسؤولين السعوديين استقبال اسطوري بالتشريفات للكافر دونالد ترامب. هذا ماشي غير كافر، هذا انسان كافر وميم طون عنده علمانيه هجوميه، وهي محاربه كل ما يتعلق بالاسلام والمسلمين. انسان متطرف كافر علماني هجومي عدائي للاسلام. هذا الانسان كما نقولوا حنايا، تقدر تقول ابا جهل ولا ابا لهب. من ارض من بلاد طيبه اللي فيها مكه، من مكه سي صاحبنا يتكلم ديريكت بالفلسطين، ارض الله الغاليه. بصح ما راحش على جال الفلسطينيين او حركته القضيه الفلسطينيه، راح على جال إسرائيل، على جال الصهاينة مباشرة لحائط المبكى. كاين اللي يقول لك انتم لي زالجيريان الجزائريين قلتوا باللي احنا مع فلسطين ولم نفعل لها شيئا. حقيقة لم نفعل لفلسطين شيئا غير التضامن الروحي، لكن ما بوسعنا أن نفعل. انت كي تلقى جوارينك براميل الخليج عرب كيفك ومسلمين كيما انت مدعمين دونالد ترامب، تلقى العالم كاع مدعمين امريكا ومدعمين اسرائيل لمصالح شخصيه. شدير العالم كومبلي خاف من اسرائيل. اسرائيل لا يتسير في العالم تغبنها الجزائر وحدها. حنايا شعب صح متضامنين وما طارتلناش فرصه، ما طارتلناش اوكازيون باه نقدروا نجاهدوا في سبيل الله في فلسطين. مازال ما طارتلناش فرصه. اون بليس دو سا انا ما نشوفش باللي حنايا نقدروا نحرروا فلسطين كما يكونش التضافر تاع العرب باش نحرروا القدس. مستحيل. واصلا هذه القضيه راهي كما نقول لك راهي مجرده في الاسلام، مذكوره في الاسلام، وعندها اجل مسمى حتى ينزلوا ناس من شعب الله. كي تقول لي هذوك الناس من خيرة ما خلق الله عز وجل باش يعاودوا هما اللي يكون بسببهم يقدروا يحرروا فلسطين. كاين عوامل غادي تدخل ضد اسرائيل، تدخل كما الطبيعه، كما راكم فاهمين، كما حنايا قرينا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، على ضوء ما جاء في السنة النبوية الشريفة. بصح كي تشوف هذا الاستقبال الأسطوري، انت الحجاج اللي جايين مساكين هكا من سوريا وجايين من الجزائر، من المغرب، من جميع بقاع العالم، تشوفهم جايين يحجوا لوجه الله عز وجل، تطيح عليهم نتايا اباري ولا كيما بغيتو تسموها، طيح عليهم نتايا آلة ضخمة يموت لك 500 واحد كأنهم ما ماتوش كاع، ودونالد ترامب تستحفظ عليه كيما هكا. دونك سمحوا لي خوتي، القضية الفلسطينية راهي ما بين رؤوس الأبقار، براميل الخارج رؤوس الأبقار. هذه هي. والسلام عليكم. هذا اللي راني قلته.